ريال مدريد يحدد بدائل ميليتاو. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم ميجا هاتريك. كشفت تقارير صحفية عن بدائل مدافع ريال مدريد الإسباني إيدير ميليتاو، والذي تعرض لإصابة بالرباط الصليبي سوف تبعده عن الملاعب لفترة طويلة. ووفقا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يتحرك في سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع بديل لميليتاو، وإنما سوف يعول على أكاديمية النادي وبعض لاعبي الفريق الأول. وحدد أنشيلوتي 6 بدلاء كل منهم من الممكن أن يحل محل ميليتاو بالموسم الحالي، وذلك دون الحاجة للتعاقد مع لاعب جديد. يأتي في المقدمة داني كارفخال، سبق للظهير الأيمن وأن لعب في مركز قلب الدفاع، وكان قد قدم أداء رائعا أمام تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 على ملعب سانتياغو برنابيو. بيليه فيرلاند مندي، سبق له أن شارك في مركز قلب الدفاع تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان عندما كان مدربا للنادي الملكي. تشواميني، يركز أنشيلوتي بشكل كبير على تشواميني، وهو الأقرب لخلافة ميليتاو في مركز قلب الدفاع. كامافينجا، يعد الفرنسي هو جوكر فريق ريال مدريد، سبق له أن لعب في عدة مراكز، ومن المتوقع أن يكون حل سحري في سانتياغو برنابيو. إدغار بوبول، يبلغ من العمر 19 عاما، وهو أحد لاعبي كاستيا ريال مدريد، وينظر له كأحد المواهب الواعدة في كرة القدم. مارفيل، قام كارلو أنشيلوتي باستدعاء اللاعب من كاستيا لإكمال التدريبات بعد إصابة ميليتاو. وتقام مباراة ريال مدريد ضد الميريا التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل موافق 19 أغسطس الجاري. كده انتهى الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول، ويعملوا لايك عشان ده بيدعمنا وبيخلينا ننتشر أكتر.